الكابتن وائل الاباني بيقول لك حسام حسن بيحب ويكره، تعال اسمع كده. عبد الله السعيد ممكن يلعب السنه دي، احنا ضامنين ان هو يلعب السنه الجايه؟ لا مش بس ضامن. باخد منه ايه؟ يعني تألقه في السنه دي مع العمر دلوقتي. كابتن حسامي بيحب ويكره من النوعيه دي؟ اه انا بقول لك اه بتاعت تدافع عنه. ده الاتنين اتفقوا على كده، بيحب ويكره وبيختار على الاساس ده. صباحية ربنا وبعد كده تقول لي ما انا هقول الحقيقه مش هكذب، هو فعلا بيحب ويكره، بس ما اعتقدش ان هو يحب ويكره يعني على مصلحه مصر. يعني هو ما بيحبش احمد الشناوي مثلا؟ ايوه ممكن يكون ما بيحبوش، بس حتى لو مش بيحبه مش على اللي مصلحه انت عارفه. لا قول اللي انت عارفه. اللي انا عارفه قول اللي انت عارفه. لا هو يمكن حصل، هو حصل مشكله. يا احمد يا ياسر ما تخبيش حاجه، قول اللي انت عارفه وافضح الدنيا. هو حصل مشكله قديمه بين الكابتن حسام واحمد الشناوي لما كان في بيراميدز. لما مشاه من بيراميدز هم عملوا كومبينه على الكابتن حسام. احمد الشناوي وعلي جبر وعبد الله السعيد وعمر جابر. يعني احمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر وعبد الله السعيد هم اللي مشوا حسام حسن من بيراميدز، يعني هم